هنايا البنات قصيت البطاطا كيما هكا دواور كيما هكا باش ندير لوطي. دوك نملحهم ونحطهم يتقلاو. انايا البنات اللوطي تاعي نشتيه البطاطا تاعي تكون مقليه، اذا كنتو تحبوه ما يكونش مقلي ما تقليوش البطاطا تاعي كيما تحبوا. وهنايا البنات انا حطيتها تقلى بعد ما ملحتها. دوكا حطيتها تقلى، دوك نقلي الكميه بكل. كي نقلي الكميه بكل نرجع لكم باش نكمل الخطوات الاخرى. وهنايا البنات جيت باش نديرو البلمه تاع الروطي، حطيت فيها شويه زبده، حطيت فيها طراف الجنحين. انايا البنات نشتي ندير الروطي تاعي بالجنحين، حساب نشتيه هكا يكون بالجنحين. انايا نتوما ديروه بالواحد اللي تشتيوه، ديروه بالدجاج ديروه باللحم كيما تحبوا. وهنايا البنات نقعد نقلي في الجنحين مع الزبده باش الجنحين يديو طعم الزبده. وهنايا البنات بعد ما قليت الجنحين مع الزبده دوكا حطيت البصله ونقعد نقلي فيها حتى تدبل البصله تبدل اللون تاعها. يا البنات كل ما تقليو الماكله مليح كل ما تجي الماكله بنينه. هذه البنات زدت حطيت الثوم وقعدت نقلي فيه كيما هكا حتى يتقلى مليح. هنايا البنات بعد ما قليتهم مليح زدت حطيت لهم شويه ملح شويه فلفل كحل شويه كمون شويه حمار ونقعد نحرك فيهم كيما هكا. وهنايا البنات بعد ما قليتهم مليح حطيت لهم الماء وخليتها طيب. وهنايا بعد ما طابوا الجنحين حطيت لهم رف طماطم تاع البايض ونخليها طيب. وهنايا بعد ما طابت البطاطا حطيتها في البلاط تاع الكوشه ومن بعد نحط فوقها الطماطم. وهنايا هاني حطيت طماطم، دوكا نزيد نحطها المرقه اللي طيبناها قبيله ونحطها طيب في الكوشه. دوكا صبيت المرقه وحطيت الجنحين كيما هكا ودوكا ندكها طيب في الكوشه. وجربوها يا البنات وما تندموش تجيب بنينه بزاف وتهبل. وقولوا لي واش رايكم في التعليقات كان جاتكم بنينه ولا كان جربتوها. هنايا بعد ما طابت خرجتها من الكوشه وهذا هو الشكل النهائي يا البنات. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا الابوني والجيم وتشاركوا الفيديو مع حبايباتكم باش تكبر العائله تاعنا.